الاسماعيلي نقدر نقول انه مستقر فنيا شويه بالنسبه للجهاز الفني، الزمالك لا من وجهه نظرك دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل ده ممكن يبقى له تاثير على اداء الفرقتين في المباراه غدا ان شاء الله؟ والله ما فيش شك، اصل الاسماعيلي برضو على فكره مشابه للزمالك، يعني شبه الزمالك في حاجاته كده يعني برضه، ولكن في حماسه وفي حرص من الكابتن خالد القماش ايوه بس على انه يحرز البطوله عشان اثبات لنفسه واثبات للجماهير ولمجلس الاداره والى اخره. اصل احنا بنتكلم حتى لما هتتكلم بالحسابات، نادي الاسماعيلي مش في وضع يحرز فيه بطوله، وعنده اصابات دلوقتي قويه، وعنده ناس مش هدخلها في الحسابات خالص زي ما انت شايف. يعني دلوقتي عايز يمشي احمد سمير فرج، واحمد سمير فرج كان معايا في الفرقه اللي بقول لحضرتك عليها 2002 دي. احمد سمير فرج اللي انطلق منها لسوشو بعد كده. ايوه راح بعد كده احترف، كان باك ليفت يوميها برضو احمد بالظبط، ده كان مكانه اول المجموعه دي. عايز يمشيه، ومشى مصطفى عفروتو، ومشى مش عارف مخلي 3 4 برضو كمان هينزل في امرهم. طبعا مشى شوقي السعيد، ومشى مروان محسن، مش كده؟ مش كل دول مشوا بالظبط. مع يعني ممكن تكون المباراه دي بالنسبه له اصعب بكتير من الزمالك. بقول لحضرتك انا اصعب بكتير من الزمالك، انما طبعا في الكوره مفيش الكلام ده، خصوصا في ماتشات الكاس. الزمالك برضو مشاكله اكتر كتير في موضوع بقى. طبعا طبعا ما فيش شك ان المستشار مرتضى منصور على المستوى الشخصي انا بحبه جدا، والله على المستوى الشخصي بحبه جدا، وعمل طفرات كتيره جدا جدا في نادي الزمالك، نعم، خصوصا اجتماعيا وانشائيا وطبعا من اول بقى له سنتين اهو، من ساعه ما حرزوا بطوله الدوري والكاس، وخدوا الكاس اخر سنه، بعد كده الدوري والكاس لما جاب 17 لعيب، وحب يطعم السنه اللي فاتت، لم يوفق السنه دي يعني. بس السنه دي رجعوا تاني بيعملوا حاجه غريبه الشكل، ولا يمكن حد يتصورها او يوافق عليها. انك تغير 9 مدربين في موسم واحد، 5 اجانب و4 مصريين، صعبه جدا جدا جدا. وبعدين الاشكال كله في ايه؟ الاشكال كله ان انت لا، طب انت بتجيب احسن مدربين وعايز تجيب احسن لعيبه برضه، ماشي، زي سموحه ما بيجيب، والانتاج الحربي بيجيب، وادي دجله بيجيب، والاهلي طبعا والزمالك ده اساسا يعني. طب انت بتجيب مشكورا، جايب احسن ناس موجوده، رغم ان انا عندي تحفظ على مجموعه كبيره من الموجوده في نادي الزمالك، حتى هتمشي. يعني انت كان عندك خالد قمر وجبته، ولا طب هكذا، وبعدين ترجع بتقول لا ده انا هفكر في هعمل ايه بس السؤال الاخير يا كابتن قبل الختام، حضرتك بتتكلم على تغيير الاجهزه الفنيه، في دلوقتي جهاز مؤقت، في لاعبين جدد، يعني حضرتك شايف المواجهه ازاي في ظل الحاجتين دول وهم موجودين؟ لا المواجهه، ما هو برضه انت هو مشى لعيبه، بس هو طبعا لسه موضوع استني طبعا، انما هو طبعا رايح الزمالك غالبا. النهارده رسميا احمد جعفر هيلعب بكره طبعا اكيد لانه سجلوه، وشوقي السعيد يمكن برضه يلعب بكره، وده برضه عنصر قوي. هو نادي الزمالك اصلا خط ظهره الحقيقه يعني مجتهدين، بس لا يعني النادي الاهلي كمان اللي قلنا يعني النادي الاهلي هيستقر في خط الظهر، لما قلنا كان لازم يجي احمد حجازي ورامي ربيعه قبل ما يجوا امبارح رامي ربيعه طبعا لا غنى عنه لمنتخب مصر، وطبعا اكثر من رائع. ما كانش في احمد حجازي امبارح، بس الحقيقه انا غيرت الفكر شويه عن كان سعد سمير موفق امبارح. هو حسام عاشور كنت تملي بعيب على الموضوع يعني الخشونه على حسام غالي، كان لا، حسام عاشور ممتاز جدا دلوقتي، قل يعني، رغم ان في حاجات طبعا ناقصه فيه كتير، رغم ان هو راجل جندي موجود في الفرقه، انما الحقيقه قلت عنده اللعب الخشونه او الانذارات اللي كانت بتتاخد على طول، فبحييه على هذا الكلام، وبحيي سعد سمير برضو على المستوى اللي كان فيه امبارح. انما نادي الزمالك مبدئيا يعني هو ليه المفروض ليه السبق في ماتش بكره، سواء بتشكيل الموجود، لانه عنده عناصر خبره كتير غير الاسماعيلي اللي عنده طبعا اصابات، وعنده طبعا عموما ربنا يسهل ان شاء الله ونشوف